ظهر أحمد عز في بودكاست بيك تايم مع عمرو أديب، كان بيتكلم فيه عن الفيلم، وكان رأي عمرو إن دور كيرا هيكون مناسب أكتر ليه، وكان تعليق أحمد عز إن دور الجن عجبه علشان في حركة، وفي الأول وفي الآخر ده رأي المخرج، ولو كان اتعرض عليه دور كيرا كان هيعمله عادي. كلمني عن الجن في الكيرة والجن. أنا كنت بقوم كريم عبد العزيز عليك وبقول له إن أحمد عز ضحك عليك وخد، قال لي أنا ملياش دعوة، ده المخرج مش عارف إيه. قلت له لا، هو دور أنت كان المفروض تاخد الجن ما تاخدش الكيرة. أنا قريت الكتاب ده قبل ما نعمل الفيلم بسنة، وكنت شايف الجن وهو بيتحرك. على فكرة الجن في الكتاب أكتر من كده بكتير. يعني مش عايز أقول إن الفيلم ظلم الكتاب، بس الكتاب فيه ماتيريال أكتر بكتير من اللي بس تصور. لأنه بيكتب بقى يعني التجسيد ده في الصورة مش سهل، والخيال أبعد بكتير. يكتب قوي زي ما عايز قوي. فأنا شايف نفسي بتنطط. فلما لقيت مروان حامد بيكلمني بيقول لي أنا بنفكر نعمل كيرة والجن، أنا معرفش أنا هعمل إيه. قلت له هنتقابل امتى؟ هنتقابل كذا. رحت عرفت ان انا هعمل الجن وكريم هيعمل كيرة. كناش نعرف حاجه. احنا رحنا صورنا فعلا انا وكريم مش عارفين ايه اللي بيحصل خالص غير السكريبت اللي قدامنا، انما كدعايه مين هيحصل ايه، مين هيتكتب ايه، والله ولا كان في دماغنا حاجه. وكان من امتع كواليس الافلام اللي عملتها في حياتي. هو مين اللي ابتدى تمثيل قبل التاني؟ كريم اقدم مني. كريم وحلمي والسقا اقدم مني، وهاني سلامه اقدم مني كمان. انا داخل عليهم. بس انت ما كنتش تعمل كيرة؟ لا، لو كان اتعرض عليا كنت هعمله طبعا. كنت هعمله طبعا، بس انا كنت حابب الجن يعني، وانا بعمله كنت بس مستمتع بيه قوي، لانه الشخصيه فيها طلوع ونزول من واحد طبعا. ده في ثوره بتحصل في الشارع. ايوه. وهو قاعد معاه بيسكر في اوضه. ورغم كل الآراء الإيجابية واللي أشرت بالعمل، إلا إنه توجه له نقد بسبب بطء بعض المشاهد، وإن في شخصيات ثانوية ما خدتش مساحتها عشان تظهر، وده طبعا غير مدة الفيلم اللي كانت أزمة لناس كتير.